مصر حاليا عندها استعدادات خاصة بتقوم بيها لاستقبال ظاهرة فلكية فريدة مش بتحصل كتير، والظاهرة دي هي الكسوف الكلي للشمس، واللي هيكون يوم 2 أغسطس 2027، واللي هيبقى واحد من أندر وأقوى المشاهد اللي ممكن تشوفها في حياتك. الحدث ببساطة هو كسوف كلي للشمس، وده بيحصل لما القمر يعدي قدام الشمس بالظبط فبيحجب ضوءها بالكامل لفترة مؤقتة. في اللحظة دي الدنيا بتضلم فجأة كأن الليل نزل في نص النهار، وبتظهر حوالين القمر هالة جميلة اسمها إكليل الشمس. المميز بقى إن الكسوف ده مش عادي، ده من أطول الكسوفات في القرن الحالي، ومدة الظلام الكامل ممكن توصل لحوالي 6 دقايق، وده رقم كبير جدا مقارنة بمعظم الكسوفات اللي بتكون مدتها أقصر بكتير. كمان المسار بتاعه هيعدي على مناطق محدودة في العالم، من أهمها شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وده بيخلي دول زي مصر من أفضل الأماكن لمشاهدته بوضوح شديد. علشان كده الحكومة بدأت من دلوقتي تستعد للحدث الفريد والوفود السياحية اللي هتيجي مصر علشان تتابعه، خصوصا إن في توقعات بوجود إقبال سياحي كبير على مصر لمتابعة كسوف الشمس.